ايه يا جماعه الفيلم مش عاجبكم ليه؟ في ايه؟ الفيلم وحش ليه؟ ايه اللي وحشه؟ الناس كلها طالعه من الفيلم وحش قوي، كله اغاني مفيش قصه، ليدي جاجا ما بتعرفش تمثل، هارفي دنت مش واخد حقه، الفيلم ممل، الاغاني وحشه. في ناس اتفاجئت ان الفيلم طلع ميوزيكال، اوكي ده مش عيب الفيلم، ده عيب منهم هم. في ناس كانت عارفه ان الفيلم ميوزيكال وهم مش بيحبوا الميوزيكال، داخلين الفيلم على امل انه يعجبهم، برضه ده مش عيب الفيلم، عيب منهم هم، لان الفيلم مش مطالب انه يحبب الناس فجاه في الميوزيكال. وفي ناس عارفه انه فيلم ميوزيكال وبيحبوا الميوزيكال ولكن الفيلم ما عجبهمش، دول ماشي احترم رايهم شويه، على الاقل هم داخلين عارفين هيتفرجوا على ايه. ولكن ايوه الفيلم وحش ليه؟ طيب يا جماعه، قصه 2 مجانين بيحبوا بعض، بيتعرفوا على بعض في السجن. طبعا الفيلم بتدور احداثه بعد 2 من نهايه فيلم جوكر الجزء الاول اللي نزل 2019، لما شفنا الجوكر وهو بيطخ موري في برنامجه في دماغه مباشره على الهواء، وبيتسبب في فوضى عارمه في ارجاء مدينه جوثام بسبب ان في ناس مؤيده على افكاره العنيفه المجنونه الدمويه المتمرده على النظام والمجتمع الفاسد اللي مليان تنمر وعنصريه وطبقيه اجتماعيه وفقر وجهل وامراض، واللي بسبب ده كله شخصيه جوكر بيتم تكوينها بداخل شخصيه ارثر فليك. الجزء الثاني بيكمل على نفس القصه، ارثر فليك بيتعرف على هارلين كوينزيل AKA هارلي كوين، اللي المفروض انها كانت دكتوره امراض نفسيه ولكنها تحولت لواحده من اتباع ارثر فليك مؤيده لافكاره. بتنشا علاقه رومانسيه بين ارثر وهارلي، 2 بيكرهوا هذا المجتمع الفاسد ولكن بيلاقوا نفسهم جوه بعض، بيفكروا زي بعض، بيشاركوا نفس الافكار والاراء. طبعا بنشوف المجتمع والسجن والمحكمه وهم بيحاولوا يدمروا ارثر تماما، او بمعنى اصح بيحاولوا يدمروا شخصيه الجوكر اللي جواه، ولكن هارلي بتدعم ارثر، بتسنده في لحظات ضعفه، بتشجعه على انه يكون الجوكر اللي الناس محتاجاه وما يتخلاش عن الشخصيه دي ابدا، لانها تعتبر شخصيه المخلص اللي هيصلح جوثام. مخرج الفيلم تود فيليبس اختار انه يعبر عن العلاقه دي بين جوكر وهارلي كوين من خلال الاغاني والرقص والاستعراضات. انا متفاهم ان مش كل الناس ليها في الميوزيكال، بس خلينا متفقين يا جماعه انه مش فيلم ميوزيكال قوي، يعني مش من اوله لاخره اغاني، لا في مشاهد حواريه عادي. الفكره ان ما هوش فيلم ميوزيكال على قد ما هو فيلم ارتستيك او فني. اعتقد فيلم لا لا لاند كان نفس الكلام، وبرضه فيلم ذا جريتست شومان. هو فعلا كانت مخاطره كبيره قوي ان لما يعملوا سيكوال لفيلم جوكر بعد 5 سنين يعملوه ميوزيكال، ولكن الميوزيكال يا جماعه هي عباره عن تكنيك في صناعه الافلام بيسمح للمخرج انه يطلع بره ارضيه الواقع وياخد راحته تماما في الخيال، بيعبر عن القصه المأساويه بتاعته ولكن في سياق خيالي فني ابداعي مسرحي مليان الوان واضاءات وازياء ورقص واغاني. التكنيك ده بيسمح للمخرج انه بدل ما يحكي قصه فيها طبقات، لا هو بيرسم لوحه كبيره فارش فيها كل الطبقات، مش محتاج يرتبها، مش محتاج يستخدم زوايا التصوير وحركه الكاميرا وكلوز اب شوت ووايد انجل شوت ومش عارف ايه عشان يعبر عن دوافع الشخصيات، لانهم كده كده هيقولوها في الاغاني بتاعتهم، بيقولوا كل حاجه هم عاوزينها بقى، دوافعهم اهدافهم مشاعرهم زعلانين من ايه نفسهم في ايه. الابداع كله عند المخرج في الاضاءات والتصوير والالوان وكل المشاهد المسرحيه دي. في رايي ان الفيلم ده عبر عن مشاعر الشخصيات اكتر من فيلم جوكر، لان فيلم جوكر ما كانش فيه الميوزيكال والاستعراضات دي. هو فيلم جوكر كان بيعتمد على التصوير والاخراج والمونتاج والحاجات دي علشان يعبر عن مشاعر الشخصيات، لكن الفيلم ده بيعبر عنها فيجوالي. وفعلا كسينماتوجرافي جباره، فكره انك تحول اماكن سيئه جدا زي السجن وقاعه المحكمه وشوارع جوثام القذره وغرف مظلمه كئيبه، تحولها لاماكن جميله ملونه فيها كولر ستايلز كولر جريدنج، وتعمل هذه الصور السينمائيه من اماكن متنيله ب60 نيله حرفيا. الفيلم عامل شغل عظيم في السينماتوجرافي. كمان الميوزيكال ده مناسب قوي لشخصيه الجوكر، لان المفروض هو انترتينر او مهرج بيسلي الناس، مسلي، فبالتالي الاغاني والرقص والاستعراضات عامه هو من اساسياته كانترتينر. يعني مش بس يطلع ينكت ككوميديان وخلاص، لا هنجيب معاه ليدي جاجا ونعمل فيلم ميوزيكال، فيلم للسينما، فيلم ما يتشافش غير سينما. حقيقي مش فاهم الناس مش مقدره حاجه زي كده ازاي. انا بصراحه شايفها فكره عظيمه قوي. يعني من ناحيه الاغاني نفسها بقى كلها بلا استثناء حلوه، دي ببساطه عباره عن بلاي ليست على اليوتيوب تقعد تسمع فيها لوحدها. وطبعا ليدي جاجا كلنا عارفين
صوتها جبار، وفي الفيلم ده صوتها جبار مش بس في الاغاني، لا وهي بتتكلم صوتها مميز جدا. وخدوا بالكم الصوت هو اهم حاجه في الاداء التمثيلي لاي ممثل. اللي بيعرف يتحكم في صوته سواء وهو بيغني او وهو بيتكلم بيعرف يعمل اداء تمثيلي احترافي. الاغاني كلها هتات الستينات، جايبين اعظم اغاني الستينات ستايل فرانك سيناترا بقى وبوبي دارن ودين مارتن، ومخلين ليدي جاجا تعيد غناها ولكن بطريقه مختلفه بكلمات مختلفه تناسب احداث الفيلم. ليدي جاجا بتعبر عن مشاعرها كامله في الفيلم ده من خلال الاغاني. وعلى فكره انا ممكن اخمن ان ده السبب اللي بيخلي الناس ما تحبش الفيلم ده. الناس عندها مشكله مع ليدي جاجا، عندها مشكله انها جايه تغني وتمشي، عندها مشكله ان الكيمستري بينها وبين ارثر بليك ضعيفه ومش مؤثره ومش لايقين على بعض، وان ازاي واكين فينيكس يشارك النجوميه مع واحده ما بتعرفش تمثل في واحد من اعظم افلامه. السر يا جماعه ببساطه هو في الاغاني نفسها. يبدو ان الناس ما بتسمعش الاغاني، الكيمياء كلها بين الشخصيتين في الفيلم موجوده في الاغاني، تم التعبير عنها من خلال الاغاني. المشاهد الحواريه بينهم قليله عشان يعبروا عنها اكتر من خلال الاغاني. وطبعا في السينمات المصريه الاغاني مش مترجمه، فطبيعي يعني كانك ما شفتش اي علاقه بينهم، لان العلاقه بينهم موجوده في الاغاني. لاقي مي اني بفهم انجليزي، فنوعا ما قادر اشوف بيقولوا ايه البعض من خلال الاغاني، قادر اشوف الكيمياء بين الشخصيتين، وبصراحه الكيمياء بينهم عظيمه جدا. اللي بيقول ان مفيش كيمياء، لا الكيمياء حاضره وبشده. كل ده كوم ومشهد النهايه كوم تاني، الصراع بين شخصيه جوكر والمجتمع الفاسد اللي حواليه، يا ترى هينتهي على ايه، وايه تاثير ده على ارثر وعلى علاقته بهارلي وعلى المجتمع الفاسد وعلى الناس اللي بتأيد شخصيه الجوكر. نهايه من اكتر النهايات الفوضويه العبثيه ولكن مؤثره اللي شفتها في حياتي. لا الفيلم عظيم يا جماعه، الفيلم من اعظم ما يمكن، مش شايف فيه اي عيب واحد، حتى مش شايفه اقل من جوكر الجزء الاول، ولكن برضه مش قادر اصلا اقارن بينهم لاني شايفهم فيلمين مختلفين تماما. الجزء الاول كان كئيب قوي هادي سلو بيرن نوار، الجزء الثاني فوضوي موسيقي مجنون، ما تقدرش تتوقع اي حاجه انت بتشوفها. فيلم انا ما كنتش متوقعه، ولكن الحق يقال ده فيلم انا كنت محتاجه. على فكره انا شايف ان واحده من اسباب عظمه الفيلم ده انه فيلم مقسم الجمهور لنصين، نص حب الفيلم زيي ونص ما حبش الفيلم خالص. ده بالظبط هو الجوكر اللي تود فيليبس عاوز يقدمه لنا. من الاخر كل اللي اقدر اقوله لك، ما تمشيش ورا حد، ما تسمعش الكلام اللي يقول لك الفيلم وحش جدا، وما تسمعش الكلام اللي يقول الفيلم عظيم. يعني ما تسمعش كلامي، حتى روح بنفسك وشوف الفيلم واحكم عليه من وجهة نظرك انت. ده فيلم حتى لو ما حبيتوش مش هتندم ابدا على التجربه ككل. فيلم جوكر فوليا دو تقييمي ليه 10 من 10. كل الريفيوهات السلبيه عن الفيلم لا تعني لي اي شيء على الاطلاق، ده واحد من اجمل الافلام اللي شفتها في حياتي. قول لي رايك في الكومنتات لو شفت الفيلم، وما تنساش لايك واشترك في القناه وفعل الجرس. بشوفكم في اللي بعده.